نص ساعة بالتمام والكمال. أعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان والتلفزيون المصري، والتعادل السلبي بدون أهداف، وأيمن حفني من ناحية الشمال وعرضية حلوة، جول 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 جول. أيمن حفني عدت وخدعت مسعد عوض، كلنا افتكرناها بره وهي راحت في الزاوية من فوقيه، وأيمن حفني في الدقيقة 31 بيسجل هدف البداية لنادي الزمالك لترتفع على طول الراية البيضاء زي ما بنقول وتشجيع جماهير نادي الزمالك. ادي المقصورة الرئيسية، مجلس إدارة نادي الزمالك تقريبا بالكامل وعدد كبير، لكن أيمن حفني كابتن أشرف عدى. ادي اللعبة خدعت مسعد عوض وعدت من فوقيه وراحت في الزاوية اليسرى العلوة. هدف أول لنادي الزمالك بعد 31 دقيقة. الزمالك 1 والأهلي لا شيء. إذن يتقدم الأبيض على الأحمر بهدف، يتقدم الزمالك صاحب الأرض والضيافة بهدف بيتعاد قدام حضراتكم. جميل جميل جميل، خدع فعلا مسعد عوض ويعني يحيل الملعب إلى شعلة من الهتاف والتشجيع. الجماهير المتواجدة تهتف وتشجع وتقول ولسه ولسه، وادي هنا بيقول في ايه اللي بيقول، والهتاف الآن يا رب يا رب. ووليد سليمان بيلعب الكرة على طول عالية داخل ال 18، جول جول. الحاويان يتألقان فوق بساط 30 يونيو، مفيش حد أحسن من حد. كابتن خالد كامل كان بيقول لكم انذار هنا وانذار هنا، كورنر هنا وكورنر هنا، وادي هدف هنا وهدف هنا، فرحة أولى هنا وفرحة أولى هنا. في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 34. يا من تشاهدون اللقاء، الإثارة تهبط فوق سماء استاد 30 يونيو بكرتين والشبيهتين متشابهتين. خدعت الأولى مسعد عوض وخدعت كرة الحاوي الأول يعني أيمن حفني، الحاوي الثاني في هذا اللقاء رغم أنه الأكبر، إنما الكرة بتعمل بند كده من قدام عماد متعب وتسكن ولا